بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بس تنويه بسيط للأخوة والأخوات، يعني احنا جايين لمجالس الذكر لاستماع الذكر، فيعني بعض الأخوة هداهم الله يعني يحضرون أطفالهم، فشغبونا صراحة في الصلاة وفي المحاضرة. احنا نتكلم عن صوب الرجال وصوب النساء، فنرجو منكم التعاون وجزاكم الله خير. أجدني مضطرا لقول شيء إثر كلام الإمام بارك الله فيه، الذي أنا لا أشك أن الباعث له على ما قال هو الحرص على أن يعني يكون المسجد موقرا بآداب المسجد. لكن أنا أخشى أن يحمل كلامه على غير محمله، وأن يترتب عليه أن الناس لا يحضرون صبيانهم المسجد، وهذا ما لا أريده أنا. لا أريده لأن نحب أن ينشأ صبياننا في مساجدنا، ولا أريده لأن كم نسبة الصبيان الذين يأتون المسجد إذا قرنوا إلى الصبيان الذين لا يأتون المسجد، لكن فقط يعني يعلمون وبرفق أيضا، حتى تعليمهم لا يكون الله يحفظكم ويبارك فيكم رجالا ونساء، لا يكون تعليمهم بخشونة. أحضرهم وبرفق، إذا رأيته يصيح لا تضع يدك، هذا قبله على فمه، لا بأس، لأن تقبيل الوالد فم يعني أقصد أن تمنعه من الضجيج بقبلة لا بضغط يد على فم، هذا المقصود. ولكن لا يترتب على هذا طردهم من المساجد. أنتم ترون الوضع الذي فيه المسلمون وأبناء المسلمين، وأنا كنت أرى، أنا بنفسي رأيت من يذهب إلى المسجد ويتبعه ابنه الصغير ويقول له ارجع إلى البيت، كانوا سيزعجه هو نفسه، قال لا المسجد، هو ذاهب إلى الصلاة ويرجع، يقول رجع إلى البيت، سيزعجه، سيحتاج أن يبذل مجهودا معه وبعد ذلك يجيئك هذا الإنسان، يجيئك أنت، يقول لك الشيخ أنا ابني لا يريد يصلي، لا يريد كذا. طيب أنت عاقل، أنت تريد الشيء ونقيضه. لما كان يعني تصنعه كان طوع يدك، كان أطوع لك من نعلك، كنت تطرده إلى البيت. لما انطرد وصار لا يريد يجي، جيت تشكو إلي، أنا طردته. الصيف ضيعت اللبن، إنك لا تجني من الشوك العنب. واعلموا أيها الناس، وأنا لست أحدثكم بما لا تعلمون، لكن أذكركم بما تعلمون، أن ما يصنع للطفل صغيرا لا يمحى من ذهنه وإن كبير. ما تجرحه به وهو صغير يبقى ذاك الجرح غائرا، ولا يزيده الزمان إلا غؤورا. جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. أنا كنت صغيرا، طفلا صغيرا، كنا في عرس عائلتي، وأنا طفل صغير جالس بين شيخين كبيرا، وهذه كانت الغلطة التي صنعتها. واحد يمر بالحلوى، أعراسنا عندنا يعني تختلف شيئا ما عن أعراسكم. أعراسنا نحن نجلس والناس جميعا يجلسون،
ونقضي وقت طويل وفيه أكل وشرب وقراءة قرآن ومحاضرة إلى آخره. المهم أنا جالس بين واحد يمر بالحلوى، لأني طفل صغير رأى أنه يعني مثلي لا يتعنى له ليقدم له الحلوى، فأعطى هذا الشيخ الكبير الذي مثله يعنى له، وأعطى هذا، وأنا أمر أرى الصحن هذا يمر فوق رأسي. والله يا إخوة إلى الآن ساعتي هذه وما أبعد هذا عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أبعده عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في المنبر ورأى حسنا وحسينا داخلان المسجد وهما يعثران في ثيابهما، ثياب طويلة، يمشيان ويعثران، فنزل صلى الله عليه وسلم قطع كلامه ونزل من المنبر وحملهما ورجع إلى المنبر وأكمل كلامه. وقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: رأيت هذين يمشيان ويعثران لم أملك. لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستطع، مجبول على الرحمة. ولا تظن أن هذا خاص بابنيه، لأن أعز من الولد ولد الولد، هذا من أمثالنا أيضا. لا، كل أبناء المسلمين بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في معزة ولد الولد. كلكم يحفظ الحديث أنه يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصغير فأتجوز في الصلاة، أخفف فيها. الصلاة يقول هو صلى الله عليه وسلم يقول فيها: الصلاة خير موضوع، خير موضوع. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة فقال: طول القنوت، القيام، طول القنوت. وهذا الذي هي خير موضوع في ركن الذي هو خير الأركان، ويخفف لسماع بكاء صبي يخشى أن تكون أمه تصلي معه فلا يريد أن يحبسها عن أمه، هو نفسه، سوى أن أمه تفتتن أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه سماع هذا البكي الصغير. كلكم يحفظ حديث: يا أبا عمير ما فعل النغير. أبو عمير أخو أنس الصغير، متى فرخ له؟ فرخ. أنت يدخل عندك ولدك ليس ابن جارك ولا أخا خادمك،